أردت أن أخبركم أن جميع المصادر التي تم الاستناد إليها في هذا الموضوع تجدونها دائما في مقدمة الفيديو، في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وأيضا في أول تعليق متبث. الصحراء الكبرى مليئة بالأسرار، لكن قبل أن نكمل رحلتنا في البحث عن الكنوز الأمازيغية المدفونة، لدينا مفاجأة لكم. إذا كنتم تستمتعون بهذا النوع من المحتوى التاريخي عن شمال إفريقيا، فلدينا حساب على تيك توك، حيث نقدم نفس المحتوى الموجود في القناة، لكن بأسلوب سريع ومختصر يناسب متابعي المنصة. تابعونا هناك لتصلكم مقاطع يومية حول التاريخ الأمازيغي والحقائق التي لا يتم التطرق لها كثيرا. وأيضا لا تنسوا أن صفحتنا على فيسبوك هي امتداد للقناة، حيث ننشر فيها كل ما يتعلق بمحتوانا من مقاطع فيديو ومقالات تاريخية وحتى تفاعل مباشر معكم متابعينا الأعزاء. الصحراء الكبرى بحر من الرمال، عالم من السراب، لكنها ليست مجرد أرض جرداء، إنها صندوق أسرار مغلق بإحكام، تخفي تحت كثبانها الذهبية حكايات منسية وكنوزا دفنتها قرون من الغموض. كنوز الأمازيغ، الكنوز التي حكيت عنها الأساطير، الكنوز التي يقال إنها منسية في رمال لا تعرف الرحمة. هل هي مجرد خرافات؟ أم أن هناك بالفعل ذهبا وأحجارا كريمة وكنوزا لا تقدر بثمن تنتظر من يعثر عليها؟ في قلب هذه الصحراء بين الجبال الصخرية والكثبان المتحركة تحدث الرحالة والتجار وحتى سكان الواحات عن ثروات عظيمة دفنها الأمازيغ القدماء. البعض يربطها بممالك أمازيغية ازدهرت يوما ثم اختفت، مثل مملكة غارامانتس الغامضة التي ازدهرت في فزان بليبيا، أو مملكة نوميديا التي كانت تمتلك ذهبا وكنوزا لا حصر لها. لكن أين اختفى كل ذلك؟ واحدة من أشهر الأساطير تتحدث عن كنز الملك يوبا الثاني، أحد أعظم ملوك الأمازيغ، الذي كان يحكم مملكة موريتنية وامتلك ثروات هائلة من الذهب والجواهر. يقال إنه عندما بدأت المملكة تسقط تحت تهديد الرومان، أمر يوبا بإخفاء كنوزه بعيدا عن أعين الغزاة في مغارات محصنة، وربما في أعماق الصحراء نفسها، حيث لم يتمكن أحد من الوصول إليها منذ ذلك الوقت. هل لا تزال هذه الكنوز هناك تحت الرمال بانتظار من يكتشفها؟ لكن هذه ليست سوى بداية الحكاية. هناك أسطورة أخرى تتحدث عن الكنز الملعون لقبائل الطوارق الذين كانوا سادة الصحراء ورجالا خبروا دروبها الوعرة. يقال إن بعض قادة الطوارق امتلكوا ثروات هائلة من الذهب والفضة، جمعوها من قوافل التجارة التي كانت تمر عبر الصحراء من تمبكتو إلى البحر المتوسط. لكن الخوف من اللصوص والغزاة دفعهم إلى دفن هذه الكنوز في أماكن لا يعرفها سوى قلة قليلة من حكمائهم، وربما لم يعد أحد منهم حيا ليكشف سرها. ثم هناك كنز تسلي الذي تقول الأسطورة إنه مدفون في مكان ما بين الجزائر ومالي في منطقة الصحراء العميقة. بعض الوثائق الاستعمارية الفرنسية تتحدث عن اكتشاف مستكشفين أوروبيين لمخطوطات تشير إلى وجود هذا الكنز، لكن لم يتمكن أحد من العثور عليه حتى يومنا هذا. ولا ننسى الحكايات التي تدور حول المغارات العميقة في جبال الأهقار وتسيلي، حيث يقال إن بعض الأمازيغ القدماء أخفوا ثرواتهم بعيدا عن أعين الغزاة والرحل. مغارات لم تطأها قدم بشرية منذ مئات السنين، وربما لا تزال تحوي نقودا ذهبية وأحجارا كريمة ومجوهرات كانت مخصصة لملوك تلك العصور. لكن هل هناك أدلة حقيقية على وجود هذه الكنوز، أم أنها مجرد قصص تناقلها الناس جيلا بعد جيل؟ الحقيقة أن بعض الرحالة الأوروبيين في القرن التاسع عشر تحدثوا عن العثور على عملات ذهبية أمازيغية قديمة في الصحراء، لكن لم يتم تحديد مصدرها بدقة. كما أن بعض التنقيبات الأثرية كشفت عن آثار لأماكن كانت تستخدم كمخازن للذهب والفضة، مما قد يشير إلى أن بعض هذه الأساطير ليست مجرد خيال. ومع ذلك فإن الصحراء الكبرى ليست أرضا ترحب بمن يبحث عن كنوزها. فمنذ قرون يقال إن من يحاول العثور على الكنوز الأمازيغية المدفونة يواجه مصيرا غامضا، رحالة يختفون دون أثر، مستكشفون تبتلعهم الرمال، وصيادو الكنوز الذين لا يعودون أبدا. البعض يؤمن بأن هذه الكنوز محروسة بلعنات قديمة، أو أن الأجداد وضعوا عليها تعاويذ سحرية لمنع أي غريب من العثور عليها. فهل يمكن أن تكون الصحراء الكبرى فعلا مليئة بالكنوز الضائعة، أم أن هذه مجرد أساطير صنعها الخيال البشري؟ وما الذي قد يحدث لو اكتشف أحدهم فجأة إحدى هذه الكنوز المدفونة؟ هل ستغير وجه التاريخ، أم أن اللعنة ستلاحقه إلى الأبد؟ ما رأيكم؟
هل تصدقون أن هناك كنوزاً أمازيغية مدفونة تنتظر من يكتشفها؟ أم أن الصحراء ستبقى تحافظ على أسرارها للأبد؟ إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات، ودعمكم يساعدنا على تقديم المزيد من الحلقات المشوقة. شكرا لكم.